السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي احسن صحة. احنا خلاص بقى، كل سنة وانتم طيبين. كلها ايام ويهل علينا شهر رجب. كل سنة وانتم طيبين، وشهرين ان شاء الله يهل علينا رمضان. طبعا قلنا نجهز بقى شوية حاجات كده عشان خاطر رمضان. طبعا انا قلت بقى خلاص بقى ما بدهاش. الوقت بيجري وانتوا عارفين، الايام دي بتجري هوا. فقلت لا، استغل الوقت ده وابتدي بقى اجهز بقى ايه طلبات رمضان ونخزنها بقى، عشان ايه ما نحتاجش تبقى الحاجة تحت ايدينا، وما نحتاجش بقى ان احنا كل شوية ننزل السوق. انتوا عارفين رمضان بيبقى على طول بيجري بسرعة. فما فيش وقت صلاة وعبادة وصوم، ففيش وقت ان احنا ننزل نتسوق ونجيب حاجتنا. فيلا تشطروا كلكم بقى، يلا وابتدوا بقى جهزوا بقى لشهر رمضان. انا زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، انا جبت شوية بسلة اهي. والله لقيتها يعني سعرها حلو، يعني مش وحش. هي كانت اول ما نزلت كانت ب30 جنيه، جبتها ب25. طبعا انا ما بجيبش كميات كبيرة، انا برضو بجيب ايه اللي يقضيني بس ايه شهر رمضان. مش بخزن يعني الخضار بكميات كبيرة. فقلت بقى اروح اجيب كده شوية بسلة زي ما انتوا شايفين كده اهي. جبت شوية جزر، برضو لقيت الجزر حلو ومسكر ورحت جايبة. فقلت بقى يلا بقى نبتدي نخزنهم ونبتدي بقى نحضر بقى للشهر الكريم ان شاء الله. وبرضو جبت شوية طماطم، لقيتها برضو جميلة زي ما انتوا شايفين كده. طماطم حلوة قوي اهي، طماطم حلوة وجميلة. سعرها يعني 5 جنيه. طبعا اللي عايز يجيب بقى بالكميات الكبيرة بتبقى ارخص من كده يعني اللي بيجيب بقى بالقفصة وكده بتبقى السعر اقل، لكن دي عشان انا بجيب بكميات على قدي فالسعر ب5 جنيه. بس جميلة جدا يا بنات، والله حلوة قوي. انا بحب القوطة البلدي دي، ما بحبش الكبيرة قوي، دي البلدي. فقلت هنعمل شوية صلصة، نشيلهم برضو في التلاجة لزوم برضو ايه الشهر الكريم. وان شاء الله في فيديو تاني بقى نبقى نعمل ايه الصلصة. لكن انا هعمل بقى شوية البسلة دول، وتعالوا بينا بقى نشوف هنعملهم ازاي. انا جبت حلة اهو وهنصصها مية، وهبتدي ايه اغليها على البوتاجاز. حطيت المية اهي، حلة المية على البوتاجاز تمام. تغلي المية وارجع لكم تاني. اهو يا بنات المية غليت، هبتدي بقى افضي البسلة. معلش اعذروني عشان انا اللي بصور لنفسي. هبتدي احط والمية بتغلي كده، احط البسلة كلها، احطها وارجع لكم. اهو يا بنات حطيتها كلها اهي. انا عايزاها تغلي غلوة التانية اروح شايلها على طول، لسبب لان احنا مش عايزين نسويها، احنا عايزين نعملها نص سوا، بحيث ان احنا لما نيجي نطبخها ما تتهريش مننا، تبقى طازة. فهي يا دوبك غلوة والتانية وتشيلوها. هسيبها غلوة التانية وابتدي اشيلها. بصوا يا بنات، انا سبتها تغلي غلوتين وطفيت عليها. اكون محضرة جنب مني زي ما انتوا شايفين طبق كده فيه مية متلجة. كده كده الحنفيات منزله ميه متلجه، مش محتاجين يعني ميه متلجه قوي. فاحنا ايه نبتدي بقى نطلع كده ونحط في الميه دي. عارفين ليه يا بنات؟ عشان لو انتوا شلتوها وصفتوها كده هتتهري منكم. لازم تحطوها في ميه تكون ساقعه. طبعا احنا في الشتاء والميه اصلا كده كده نازله متلجه اصلا، فمش محتاجين ميه من الفريزر او من التلاجة، فاهمين؟ فانا بقول ليه بقى بنحطها في ميه كده؟ عشان يا بنات ما تتهريش منكم. تبتدي بصوا بصوا اهي، تبتدي الميه اللي ساقعه تبردها. هخلص الكميه واجي اهي يا بنات. بعد ما صفيتها غسلتها كذا مره برضو تحت الحنفيه،
تمام. خلاص، واهي هسيبها تتصفى خالص. تمام. وابتدي بقى ايه اعبيها ان شاء الله في كيس. ما شاء الله اللهم بارك اهو يا بنات، صفتها حلوه قوي واهي جميله ازاي. ولا بصوا اهي ما رضيتش اسويها قوي، هي بتاخد غلوتين بالظبط، وابتدوا ميه ساقعه على طول وتشطفوها كذا مره زي الفل اهي. اهي مش مهريه اهي، بصوا اهي انا بقطع لكم اهو عشان تتاكدوا مش مهريه خالص اهي. هعبيها بقى، انا جايبه اكياس اهي، اكياس هعبيها واجيلكوا تاني. وادي زي ما انتوا شايفين يا بنات عبيتهم في اكياس اهو، وفضيتهم من الهوا خالص، لفتهم لفه حلوه جدا. طلعوا 5 اكياس. بصوا يا بنات انا كنت جايبه 3 كيلو بسله وحطيت عليهم كيلو جزر، وطلعوا الحمد لله ما شاء الله 5 اكياس، يعني كل واحد على قد مقدرته يعني. وبعدين الكيس يعني على قد طبخه ما شاء الله اللهم بارك، على قد طبخه حلوه قوي يعني. الجدعان يلا يا بنات، ويلا شد حيلكم كده، رمضان على الابواب وتشجعوا، يلا هاتوا واعملوا. وكل سنه وانتم طيبين، وانتظروني في فيديو تاني ان شاء الله. وما تنسوش بقى معاكم دعوه حلوه ولايك جميل منكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.